السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اسعد الله صباحكم او مساءكم اينما كنتم بعون الله وقدرته. اللهم لا سهل الا ما جعلته لنا سهلا، وان شئت يا مولانا جعلت لنا الصعب سهلا ان شاء الله. نستكمل ما بدأناه او نستأنف ما بدأناه في الحلقة السابقة. الفيديو قطع بقى فنكمل النهارده. ان خلاص اتكلمنا عن البيرسوناليزد ميديسنز. خلي بالك كلمة بيرسوناليزد ميديسن ده حاجة مشهورة جدا، تمام؟ عشان تكون عارف بس. يبقى البيرسوناليزد ميديسن عرفناه اللي هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ان كل شخص له جرعة معينة دواء معين على حسب ايه؟ على حسب الشخص ذات نفسه، تمام؟ حلو. بعد كده عندنا حاجة اسمها البيشنت سيفتي. انا بقول لك ليه، احنا خلي بالك انا عشان افكرك برضو، احنا بنقول ليه الفارماسي امبورتنت، حاجة مهمة. رقم 3 قلناها اللي هي البيشنت سيفتي، اللي هو سلامة المريض. البيشنت سيفتي از دايركتلي لينكد تو كوريكت الميديكيشن يوز. يعني بقول لحضرتك ان سلامه المريض دي بترتبط بشكل مباشر بالاستخدام الايه الصحيح للدواء. اي خطا بسيط كده في الجرعه عم الحاج او الدواء ممكن يكون قاتل، ممكن يكون قاتل ويموت لك المريض بتاعك، تمام؟ يبقى انا قلت لك ان انا الهدف بتاعي في المره اللي فاتت ان احنا قلنا ان انا ادي دواء للمريض، يكون الدواء ده يا دكتور لازم يكون ثيرابيوتيكالي اوت كام، يعني يشفي المريض، ومع ذلك لازم يكون لازم يكون امن على المريض، يسفل على البيشنت، تمام كده؟ كلام جميل. بيقول لك الفارماسيست ار كي بلاير ان بابليك هيلث. تمام كده يا شباب؟ تمام كده. يبقى يقول لك ان الفارماسيست هو الكي بلاير في البابليك هيلث، يعني من الاخر كده ان الصيادله هم خط الدفاع الاول في الصحه العامه. طب ازاي يا دكتور الكلام ده؟ يا حبيبي دلوقتي احنا اول ما يحصل حاجه في الشارع المصري تلاقيهم جريوا فين؟ على الصيدليه. الحق يا دكتور مش عارف ايه، والكلام ده هنلاقيه في الارياف اكتر. نلاقيه في في الارياف اكتر. نلاقي يعني حضرتك انت خط الدفاع الاول، اول حد بيستشار في العمليه الصحيه. فمعلش في الكلمه لازم أن تكون لازم أن تكون راجل فاهم انت بتقول ايه، لازم أن تكون راجل متمرس، لازم أن تكون راجل واعي، لازم أن تكون راجل متعلم، تمام؟ ما تكونش حرفيا راجل عبيط واقف في الصيدليه مش فاهم حاجه، بس بيتقال عليك دكتور. الدكتور راح والدكتور جه وهو ولا حياه لمن تنادي. فركز معايا كده بقى عشان اظبط لك دنيتك معايا. تخرج من الكورس ده يا باشا حاجه نظيفه، تمام؟ حلو. يبقى احنا كده قلنا يا باشا ان الصيدلي هو خط الدفاع الاول، وبالتالي يبقى الفارماسي مهمه لاهميه الصيادله والدراجز، تمام؟ طبعا الصيادله دول يا باشا بيشاركوا بقى في في حملات التطعيم، وبيشاركوا في اداره الامراض المزمنه زي مثلا الاو تو سي، اداره في يعني مستشفيات كده وحاجات كتير يعني، تمام؟ حلو. ناخد مثال بقى على الحته دي مهم جدا كده. بيقول لك مثلا لو انا عندي مريض، المريض ده عنده مثلا هايبرتنشن، يعني عنده بيعاني من ارتفاع الضغط، تمام؟ حلو. وبياخد دواء معين للضغط. يبقى انا دلوقتي عندي بيشن مريض بياخد دواء، مريض ضغط، وبياخد دواء معين مثلا زي مثلا اكس فورج، بياخد مثلا ريستابيكس، اي دواء للضغط، تمام؟ حلو. قام عمك الحاج ده جه قال لك يا دكتور والله انا دكتور والله العظيم انا عايز كيتو لك مسكن، او عايز او عايز مثلا كتافلام مسكن. انت حضرتك انت صارف له امبارح دواء معين للضغط، تمام؟ حلو. والراجل جاي النهارده يقول لك مثلا يا دكتور انا عايز بروفين 400 او بروفين 400، انت هتقول له ايه بقى؟ هتقول له لا يا عم الحاج ما ينفعش تاخده. ليه؟ علشان ده بيعلي الضغط، هيأثر على الضغط بتاعك، تمام؟ فلازم ان انت حضرتك تكون انت واعي للكلام ده، وتعرف ازاي ده بيزود الضغط بتاع دي. مثلا الراجل عنده الكلى مثلا، او الكلى تعبانه شويه، يجي يقول لك يا دكتور انا عايز مسكن. لا يا عم الحاج ما ينفعش تاخد مسكن. ليه؟ علشان والله العظيم اللي انت عندك الكلى تعباك ومش عارف هيعمل كذا وكذا وكذا، وتبدا تشرح له وتبدا تفهمه، تمام؟ حلو قوي. وبعد كده يا دكتور مثلا في حاجه مثلا حاجه سهله مثلا كيفيه قياس الضغط. لو مريض مثلا ضغط ولا حاجه وعايز جاب قياس ضغط، جاب جهاز ضغط وعايز يقيسه في البيت، تمام؟ وطبعا انا بقول الكلام ده كله يا شباب على الجهاز بتاع الضغط الزئبقي، وليس الجهاز الضغط اللي هو التكنولوجي ده اي كلام، ده ما بيقيسش حتى كويس ولا اي حاجه، تمام؟ ولكن الجهاز الضغط الزئبقي هو رقم 1، تمام؟ عايز تعمل مونيتورنج تشخص مريض بالضغط لازم تقيس له بجهاز الضغط الزئبقي، تمام؟ دي معلومه برضه. فانت بقى مين اللي هيعلمه ان شاء الله باذن الله ان هو يعرف يستخدم الجهاز ده ازاي؟ من الاخر كده اسمها ديفايس. في حاجه اسمها ديفايس كده في الصيدليه، اجهزه في الصيدليه، جهاز ضغط الدم، جهاز السكر، الحاجات دي كلها ازاي المريض هيعرف يستخدمها؟ مين اللي هيعرفه؟
حضرتك كصيدلي، فلازم انت حضرتك تكون عارف الدنيا. مثال عندنا فراديل اقراص موجوده في الصيدليه. الفراديل دي معاها عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه كده، عباره عن آلة بتحط فيها القرص وتضغط عليها والايه، والمريض يعملها، المريض يستنشقها. ده دواء، تمام، عن طريق الانهاليشن. حضرتك دلوقتي النهارده المريض خد منك العلبه وما قلتلوش على الكلام ده كله طبعا، وفراديل مكتوب له فراديل، كانت اديت له فراديل ومشي، تمام. امر المريض راح خد ايه عن طريق الاورال، زي فكر راس عاديه بقى، تمام، فالدنيا باظت عنده، تمام. فلازم حضرتك تشرح له كل حاجه. عشان كده حبيبي ان الصيادله مهمين، وبالتالي الصيدله مهمه، فحضرتك لازم أن تكون واعي لاهميتك العظمى في المجتمع، تمام كده. كلام جميل. تعال بقى نخش على حاجات كده انت اكيد عارفها وياما زهقت منها في الصيدليه، ياما زهقت منها في الكليه، يعني المين برانشز بتاع الفارماسي. انا دلوقتي عشان افتح كليه صيدله، او علشان اخرج فارماسيست من كليه صيدله، اقول عليه الصيدلي، لازم يدرس ايه؟ اول حاجه لازم يدرس الفارماسيوتكس، الصيدليات، علم الصيدلانيات، اللي هو بقى السيوتكس بقى والكلام ده، والكيمياء والفيزيكال فارماسي، والسيوتكس 1 والسيوتكس 2 والاندستريال والكلام ده كله. ليه بدرسوا علم الصيدلانيات؟ قال لك يا باشا عشان اول حاجه انا قلت لك ان علم الصيدله هو عباره عن فن، ساينس اند ارت. يختص بايه؟ اول حاجه يختص بيه بريبيرنج اوف ذا ميديسن. اهو حضرتك هتعمل بريبيرنج للميديسن عن طريق ايه؟ علم الصيدلانيات يا باشا، تمام. حلو. فلازم حضرتك تكون دارس علم الفارماسيوتكس، ماشي يا عم. هو دراج فورميوليشن اند مانيفاكتشرنج، يعني حضرتك هتختص بتصنيع الادويه وتحول الماده الخام بتاعتك اللي هي الماده الفعاله الى قرص انا اخده الى علبه كده انا اخدها انا تديها للمريض، او مثلا تحولها لشراب يديها للمريض، تمام. الحاجات دي كلها، العمليات دي كلها قسم الصيدليات هو المختص بيها، تمام. يعني مثلا اديك مثال، ازاي بنحول دواء مر مثلا الى دواء شرب طعمه حلو، ده فن اهو. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ بتوع علم الصيدلانيات. يحط لك معرفش ايه كولرنج ايجنت، يحط لك فلافورنج ايجنت والكلام ده كله، تمام. او مثلا انا عندي مثلا دواء بيتكسر بالاتش سي ال، وانا لازم اديه عن طريق الاورال. ازاي اخلي الدواء ده الدواء ما يتكسرش في قلب الاتش سي ال ويروح يتكسر فين؟ او يمتص من الاستومك، من الانتستين؟ قال لك عن طريق حاجه اسمها سستيند ريليز او انتريك كوتد، تمام. حلو. ففي حاجات كتير يعني، تمام كده يا باشا. كلام جميل. ده اول علم بيدرس في الكليه. عندنا علم الفارماكولوجي، علم الادويه، تمام. ايه بقى علم الادويه ده؟ بيدرس ايه؟ قال لك هاو ذا دراج انتراكت ويز ذا بادي، يعني ازاي الدراج بيتفاعل مع جسم حضرتك، ازاي الدراج بيتفاعل مع جسم حضرتك. يعني مثلا ازاي الدواء بيشتغل، الدواء بيأثر على جسمك ازاي، وايه الاثار الجانبيه بتاعته. كل ده بندرسه فين؟ في علم الفارماكولوجي. يعني مثلا لو انا مثلا بديك دواء مثلا الاسبرين ده خفض الحراره، وفي نفس الوقت بيستخدم بيستخدم في البليتلت اجريجيشن، يعني بيمنع تجلط الدم. اقول لك ده ازاي يا دكتور؟ على حسب الجرعه. اقول لك يا دكتور ازاي الاسبرين بيستخدم لخفض، يعني ازاي بيعمل بينزل الحراره؟ هتقول لي ازاي؟ هقول لك يا دكتور عن طريق ميكانيزم. او مين اللي بيشرح الميكانيزم ده؟ الميكانيزم اللي بيشرحه ده علم مين؟ علم الفارماكولوجي، او بتدرسه في علم العضويه، علم الادويه، تمام. حلو. برضه لازم ندرس الفارماكوكاينيتكس بتاع الدواء، حركيه الدواء جوه جسمك. ازاي بقى؟ ايه الفارماكوكاينيتكس دي؟ قال لك يا باشا الفارماكوكاينيتكس دي بندرس فيها 4 مصطلحات. ادمي، اللي هم مين؟ اللي هم الابزوربشن، الديستريبيوشن، الميتابوليزم، الاكسكريشن. الابزوربشن عرفته ازاي حضرتك؟ انا دلوقتي لما اديك القرص اللي هو الاورال ده ينزل في بطنك، يمتص، يعدي من الاستومك لغايه الدم. ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الابزوربشن. طب تمام يا دكتور، وراح للدم دلوقتي، المفروض الدواء اللي راح للدم ده يروح للمكان بتاعه، او بسميه الريسبتور او المستقبل اللي هيشتغل فيه. بيحصل له عمليه ديستريبيوشن، توزيع، تمام. راح للمكان اللي هيشتغل فيه، يبتدي يشتغل جوه، يخش جوه. ده الفارماكو دايناميك. الفارماكوكاينيتيك بقى اللي هنقول لك كمان شويه. الفارماكو دايناميك ولا يبتدي يدخل جوه، فيشتغل جوه، يشتغل على ريسبتور مش عارف ايه. بعد ما يخلص الشغل يحصل ايه؟ قال لك يرجع تاني للكبد او للمكان اللي هيحصل فيه ميتابوليزم يتكسر، تمام. بعد كده قال لك بعد ما اتكسر لازم انا اتخلص منه واطلعه بره الجسم عن طريق عمليه اسمها الاكسكريشن، تمام كده يا دكتور. كلام جميل جدا. بعد كده عندنا علم الفارماكو داينامكس، اللي هو بقى ازاي الدواء بيشتغل، ميكانيزم اوف اكشن بتاعه، تمام، وتاثيره على الدواء تمام. بعد الحاجات دي كلها بستخدمها علشان امرسها في حاجه اسمها حاجتين 2. اما اخليك راجل صيدلي واقف في مستشفى، او اما اخليك راجل صيدلي بتمارس فين؟ في كوميونتي فارماسي، تمام. ده انا بتكلم بقى اللي هو العلم. انا هديك علم تشتغل بيه، علم تشتغل بيه. انت وانت واقف في الصيدليه في المستشفى سميك كلينيكال فارماسيست، كلينيكال، راجل سريري، راجل سريري كلينيكال.
اما وانت واقف هناك بقى بسميه كوميونتي فارماسي او بسميها فارماسي براكتس ديسبنسنج كونسلنج ومانجمنت، واتكلمنا عنهم قبل كده. كلام جميل جدا. كلام يبقى دي ايه؟ يبقى دي الحاجات اللي انت لازم تكون خارج من الكليه عارفها. يبقى اي درج في الدنيا لازم تكون عارف عنه الكام حاجه دول، اللي هم كام؟ اللي هم الاربعه بي اللي هو الفارماسيوتكس بتاعته، الفارماكولوجي بتاعته، الفارماكوكاينيتكس، الفارماكودايناميك. عرفت عن اي دواء في الدنيا الاربعه بي دول، يبقى انت خلاص حضرتك ايه؟ واد بطل، واد ايه؟ واد عارف ايه؟ عارف مستواك في الدنيا ايه. تمام؟ حلو. بعد كده عندنا حاجه اسمها دراج لايف سايكل. ايه الدراج لايف سايكل بقى؟ ازاي بقى الدواء ده اخترعوه؟ يعني المراحل اللي بيعدي بيها الدواء. طبعا انا بقول لك، او انا هقول لك المرحله او المراحل اللي هيعدي بيها الدواء ستيب باي ستيب، يعني كل واحده ورا الثانيه. تمام؟ حلو. بص يا عم، احنا عندنا اول مرحله بيها الدواء طبعا مرحله الايديا، الفكره. الايه؟ الفكره. لو مفيش فكره مفيش دواء. وخلي بالك حضرتك، لو مفيش فكره مفيش اي حاجه في الدنيا. لو مفيش فكره مفيش اي حاجه في الدنيا. ازاي يا دكتور؟ قال لك عندنا مصطلح اسمه الانتربرينور شيب. ايه الانتربرينور شيب ده؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الراجل رياده الاعمال. بيقول لك من ضمن، عشان تبقى راجل رائد اعمال قد الدنيا، تمام؟ فلازم حضرتك تكون ايديا جنريشن، لازم يكون عندك فكر كتير، لازم تكون بتفكر، مش رائد في الخط، مش ماشي على القطيع، ما ينفعش. لازم يكون انت ليك مسار محدد، ليك هدف معين، ما تمشيش مع المجتمع، لا خالص. اعمل لنفسك مسار وقول انا ليا هدف كذا هوصل له، ايا كانت الطريقه، ايا كان الايه التولز او الادوات اللي انت هتستخدمها، ايا كان اي حاجه، بس انا ليا هدف هوصل له. تمام؟ فلازم تكون بتفكر، عندك ايه؟ عندك ايديا جنريشن. تمام؟ ما علينا. اول حاجه يا دكتور بقى، ازاي بيخترعوا دواء؟ تمام؟ اول حاجه، اول رحله بسميها الديسكفري، الاكتشاف، مرحله الاكتشاف. ايه مرحله الاكتشاف دي بقى؟ مرحله الاكتشاف دي والله بتقول لك ايه؟ بتقول لك مثلا احنا عندنا مثلا دواء او مرض، عندنا مرض زي مثلا ايه؟ مرض بيسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم. حلو. عندي حاجه او عندي انزيم بيزود نسبه الكوليسترول في الدم. حلو. طب نسبه الكوليسترول لما تزيد تعمل لك امراض هاي ليبيديميا والكلام ده كله. ماشي يا عم. انا دلوقتي كراجل بقى بقول لك يا دكتور انا عندي الانزيم الفلاني بيزود لي نسبه الكوليسترول، بتعمل لي المرض الفلاني. فانت حضرتك هتقول ايه؟ هتقول يا دكتور طب ما انا اعمل دواء يروح يثبط لي الانزيم ده، يوقف لي الانزيم ده. اهو دي عمليه الديسكفري. دي عمليه الايه؟ الديسكفري. تمام؟ دي الفكره، ان انا هعمل مركب يروح فين؟ يروح على الانزيم الفلاني يوقفه. تمام؟ دي الفكره. طب حلو. طب بعد من الفكره بقى الشغل، ابدا اشتغل بقى. اشتغل ازاي بقى؟ اشوف ابحث عن مركب كيميائي يدخل يمسك في الانزيم ده يوقفه. يبقى دي اول عمليه، مرحله الاكتشاف، بتخش تحتها ايه؟ لا ديسكفري. بعمل حاجه اسمها تارجت ايدنتيفيكيشن، بعد كده بعمل حاجه اسمها ليد كومباوند. التارجت ايدنتيفيكيشن ده اللي هو الانزيم اللي انا عرفت ان هو بيزود لي نسبه الكوليسترول. تمام؟ ده انا حضرت التارجت بتاعي. الليد كومباوند، اللي كلمه ليد هو المركب الكيميائي القادر على توقيف هذا الانزيم، بسميه ليد. تمام؟ حلو. بعد كده يا باشا خلاص انا عملت يجي 50 او 1000 مركب، لقيت منهم مثلا بتاع كام طلعت مركب واحد هو المسؤول عن الايه؟ ان هو بيظبط لي بيوقف لي الانزيم ده. اعمل ايه بقى؟ اخد المركب ده اروح ايه؟ اعمله على الايه؟ اختبره على الفئران، على الحيوانات المختبره والكلام ده كله. في مرحله بسميها البري كلينيكال. يبقى اول حاجه ديسكفري، بعد كده بري كلينيكال. طب ليه يا دكتور بتعملوا على حيوانات؟ قال لك يا باشا عشان اشوف السلامه بتاعته كويسه ولا لا. هل هيعمل الهدف بتاعه؟ يعني هل هيوقف لي الانزيم اللي كان بيزود الكوليسترول ده ولا لا؟ طب حلو. طب وقفه، هل هو امن على الحيوان ولا مش امن؟ طب ما ممكن يكون بيوقفه بس مش امن عليه، بيعمل لي سايد افكت خطيره، بيبوظ لي الكلى مثلا، بيبوظ لي الكبد. تمام؟ فلازم ايه؟ باخده اختبره على الحيوان الاول. ظبط الدنيا وكويس وعمل وقف الانزيم وظبط لي الدنيا من غير اي سايد افكت، ايه اللي يحصل بعد كده؟ قال لك اخش بقى على الايه؟ على الكلينيكال ترايلز. ابدا بقى التجارب السريريه بقى على الايه؟ على الانسان بقى. تمام؟ والتجارب السريريه بتاعت اللي هي الكلينيكال ترايلز دي بتبقى فيز 1 فيز 2 فيز ايه 3. مش مشكله عندي، مش عايزه ايه اعملها بيهم، وكل حاجه ليها فيز 1 مثلا بستخدمها عشان اعمل ايه؟ الجرعه بتاعتي، اشوف الجرعه بتاعتي الامينه بتاعتي هتبقى قد ايه. الفيز 2 مثلا بستخدمها عشان ايه؟ اشوف الاثار الجانبيه بتاعتي او الاثار الجانبيه، واشوف بتاع اللي وصل افكت. الفيز رقم 3 مثلا بستخدمها عشان ايه؟ اقارن الدواء بتاعي بايه؟ بحاجات ثانيه. تمام؟ بس مش مشكله، مش عايز ايه؟ مش عايز
ادخلك في ايه، في دايلما يعني. بعد كده تمام، هو عدى يا باشا الايه كلينيكال ترايلز، بعد كده تخش على ايه مرحله الاف دي اي. مرحله الايه الاف دي اي ان انا خلاص بروح على الايه او الاي ام اي او اللوكال اثوريتيز، اي مؤسسه تبع، شوف انت تبع انهي دوله، وتروح تقول لهم والله انا عندي الدواء الفلاني شغال، اختبرته على الحيوان واختبرته على مش عارف على البني ادمين وظبط الدنيا والدنيا تمام وتدي بقى الايه، يدوك ابروفال، يقولوا لك ايه حلو يا باشا تمام، نزل السوق. بعد ما نزل السوق بقى البوست ماركتنج بقى اخر حاجه، اشوف اراقب الدواء ده بقى، اراقبه عن طريق علم اسمه الفارماكو فيجيلانس، وده مهم جدا بقى. اللي عايز يبقى جامد في مصر لازم ياخد فارماكو فيجيلانس، ده علم جامد في مصر تمام. الفارماكو فيجيلانس ده عباره عن ايه بقى؟ انا خلاص الدواء بتاعي نزل السوق وانا براقبه بقى، اشوف مثلا اي سايد افكت انا ما عرفتهاش، اشوف الدواء ده مثلا امن للحوامل ولا لا، اشوف الدواء ده مثلا امن لكبار السن والاطفال ولا لا، تمام، وهكذا بقى تمام كده، كلام جميل. بعد كده يا باشا نخش بقى على الايه، ذا فارماسيست مور ذان ا ديسبنسر. يعني بقول لحضرتك او عنوان السلايدز دي مهمه جدا بقى. انا يعني انا كنت مليون في المية احطها فين؟ قلت لازم احط العنوان ده في سلايدز لوحده ونتكلم عليه شويه. ان الصيدلي اكتر من مجرد صارف. يبقى الفارماسيست مور ذان ديسبنسر، يعني حضرتك ما تحطش نفسك في زون وحشه تقول يا دكتور انا في مصر الصيدله ما اعرفش ايه وايه وايه، لا، واروح اقف في صيدليه. حتى لو وقفت في صيدليه يا عم لازم مش لازم تكون كلمه ديسبنسر دي احنا اتكلمنا عنها في الاول، قلناها عباره عن حاجات كتير. لازم حضرتك تكون ايه، خبير، انت الخبير الاول بالدواء، لازم تكون عالم. والكلام ده هيحصل ازاي؟ لما حضرتك تكون عالم وتدرس وايه وتشوف الدنيا فيها ايه، مش تدخل الكليه وتخرج من الكليه، لا، تمام. يبقى بيقول لك يا باشا المودرن فارماسيست اللي هو الصيدلي بقى المستقبلي اللي احنا ايه المفروض ان احنا فيه دلوقتي، قال لك الراجل ده له حاجات كتير غير الديسبنسنج. هو بيعمل ديسبنسنج ولكن له حاجات كتير برضه. اول حاجه يا دكتور ان هو دراج اكسبيرت، ان هو الخبير الاول بالدواء. يا ابني ما حدش يعرف عن الدواء غيرك، والله ما حد يعرف عن الدواء غيرك. هو انت اللي بتعرف كل حاجه عن الدواء، بتعرف تركيبته ازاي، بتعرف الاكسبيانت اللي داخله معاه، بتعرف الدواء ده يعني من اول ما يدخل جسمك لغايه ما يخرج فارماكو دايناميك فارماكو كاينيتيك، انت عارف كل حاجه عن الدواء. فلازم حضرتك تكون عارف الاربعه بي اللي انا قلتهم، تمام، حلو. بعد كده قال لك يا باشا الصيدلي ده بيعمل حاجه ثانيه اسمها ميديكيشن مانجر في كلينيكال فارماسي. ده انت راجل دلوقتي خلصت الكليه وبقيت كلينيكال وعايز تشتغل في الصيدليه في المستشفى، تعمل ايه؟ تخش يا باشا الدكتور يكتب الروشته بتاعته، انت بقى بتشوف الدنيا، هل في دراج انتر اكشن، هل في مثلا دواء بيتعارض مع دواء، هل الجرعات مظبوطه، بتظبط الدنيا بقى، بتتاكد من ان خطه العلاج الدوائيه ماشيه فعاله ومناسبه للمريض وسالمه عليه، تمام. بتعمل حاجه تاني، قال لك بيشن ايديوكيتور. انا لسه قايل لك من شويه اصلا في جهاز السكر ده، مين اللي هيعرف المريض ان انت ايه ان هو يشتغل بيه؟ انت حضرتك. فلازم حضرتك تكون واعي وتكون عارف. فدي كلها ايه، دي كلها فانكشن على حضرتك، وظايف لحضرتك. حضرتك دلوقتي لو جه المريض قال لك يا دكتور والله العظيم انا نسيت الجرعه الفلانيه بتاع الدواء الفلاني، اعمل ايه؟ لو ست مثلا بتاخد مثلا، تمام كده يا دكتوره، يبقى انت بيشن ايديوكيشن. انت ناخد مثال مثلا، كنا بناخد مثال. انت مثلا حضرتك النهارده مثلا الست مثلا ماشيه على ايه، على اورال مثلا كونتراسبشن. يعني مثلا الست مثلا ماشيه على ايه، على حبوب منع حمل، وقالت لك يا دكتور والله العظيم انا نسيت اخدها النهارده، تعمل ايه؟ قول لي كده، مين اللي هيعرف، انت ولا حوالي مين؟ يبقى انت حضرتك لازم تكون واعي للكلام ده كله، تمام. رقم 3 يا باشا او رقم 4 كولابريتور ويز فيزيشنز والنيرس والاذر اتش سي بي، اللي هم مين؟ هم اعضاء الايه؟ اعضاء ال اللي هو الفريق الطبي يعني، تمام. يبقى لازم حضرتك تكون متواصل مع الفريق الطبي كاملا. ازاي بقى؟ من طريق انك تعلمهم، ماشي، انك برضو تظبط لهم الدنيا، ايوه، تعلمهم الدواء، تعلمهم مثلا الممرضه مثلا تعلمها ازاي تخلط الدواء الفلاني مع الدواء العلاني، تمام. المريض الدكاتره مثلا تظبط لهم، قول له يا دكتور والله العظيم انت تلاقيه مثلا كاتب ايه روشته، فتقول له والله يا دكتور ده في دراج انتر اكشن ما بين الايه الدواء ده، الدوز دي والله يا دكتور ده زياده، انا عملت دراج مونيتورنج يا دكتور بس لقيت الايه الجرعه بتاعته زياده، فلازم نظبطها شويه، تمام. فلازم حضرتك تكون عارف الكلام ده. لو مش عارف الكلام ده يبقى انت كده حضرتك خلاص يعني حاجه اي كلام، على السلامه، تمام. اخر حاجه بقى لازم لنفسك دي بقى، لازم تكون مفكر نقدي، كريتيكال ثينكر ان كلينيكال ديسيجن ميكنج. فلازم حضرتك تكون تحلل الحاله المرضيه بتاعه الدراج بتاع المريض. لازم حضرتك تكون بتتخذ القرار مبني على علم، ما تفتيش، ما تفتيش، وتعلم. وخلي بالك انا عمال اقول لك كل شويه اتعلم. انا يا باشا انا جايب لك كورس هيظبط لك الدنيا، هيروق لك دنيتك،
هتعرف يعني ايه انت ايه من الاخر كده من الساينس تو براكتس، مش هقول اكتر من كده. تمام حلو. بعد كده يا دكتور مثلا عندنا الكور سكيلز يو ويل ديفلوب. يعني حضرتك دلوقتي المهارات الاساسيه اللي حضرتك لازم تطورها. ايه هي المهارات الاساسيه عشان تكون حضرتك راجل ايه راجل عالمي كده بقى، وبقى راجل ما شاء الله عليك يعني. اول حاجه يا دكتور الدراج كالكيوليشن اند كومباوندنج. يعني حضرتك تعرف تحسب الايه الحسابات الدوائيه ازاي. مثلا لما اجيب لك مثلا يعني طفل مثلا اقول لك يا دكتور والله العظيم احنا عايزين نديله مضاد حيوي، تعرف تحسب مثلا كميه المضاد الحيوي للطفل اكوردنج تو الويت، الوزن بتاع المريض، صح؟ فلازم تكون عارف الكلام ده. تمام. لازم تكون بريسكريبشن انتربريتيشن اند ايه اند فيريفيكيشن. تعرف يا باشا تظبط الدنيا الايه تحسب الدواء او تحسب الجرعات اكوردنج تو الايه الراجل ده. قصدي احنا خلاص قلنا بقى دراج كالكوليشن. بعد كده بريسكريبشن انتربريتيشن قال لك اند فيريفيكيشنز، قال لك تفسر الوصفات الطبيه. تقول يا دكتور مثلا هو الدكتور ده كاتب ايه، تلاقيه مثلا كاتب ايه اي في جنب الايه حقنه مثلا برام اي في. ايه كلمه اي في دي؟ بالوريد انترا فاسكولار. تلاقي مثلا اي ام انترا ماسكولار. فلازم الكلام ده كله او الاختصارات دي لازم تكون عارفها وفاهمها. تمام. تلاقي مثلا الدكتور كاتب لك ايه 1 في 1 في 1، يعني ايه 1 في 1 في 3. ايه الكلام ده يعني؟ تمام. دي كل اختصارات لازم ايه تكون حضرتك عارفها، وان شاء الله باذن الله خلال الكورس هنظبط الدنيا دي كلها. رقم 3 لازم حضرتك يكون عندك effective patient communication and counseling. تعرف تتواصل ازاي مع المريض، تقول له يعني او تنبهه على حاجات هو ما يكونش عارفها، وتقول له يا باشا الدواء ده بيشتغل ازاي وبيتعمل ازاي. ولكن حضرتك ركز، اوعى تتواصل مع المريض بلغه ايه، بلغتك انت. ما تقوليش يا دكتور يا عم الحاج انت عندك هايبرتنشن فانا هديك ما اعرفش الكيس انهبيتورز وما اعرفش. لا، الراجل ده عبيط ما يفهمش حاجه، الراجل ده امي حرفيا بالنسبه لك، امي ما يعرفش حاجه. فلازم تتواصل معاه بمصطلحات طبيه بسيطه، ما تتواصلش بمصطلحات طبيه معقده. تمام. تفهمه كده بايه، تقول له بلغه مفهومه وبسيطه. تمام حلو. رقم بعد كده الحاجات اللي انت برضو لازم تطورها ان حضرتك evidence based practice and literature evaluations. يعني مثلا جبت لك انا ورقه علميه او بحث علمي وقلت لك يا دكتور اتفضل خد يا باشا، هتاخد منه المعلومه ده ولا لا؟ تعرف تقيمه ازاي؟ تعرف تقيم البحث العلمي اللي قدامك عن طريق كذا حاجه كده ان شاء الله في حاجه ماده اسمها كلينيكال ريسيرش هتاخدها في الكليه باذن الله. اما اديك ورقه بحثيه او كتاب كده اقول لك يا دكتور اتفضل اقرا الكلام ده وشوف الورقه البحثيه دي كويسه ولا لا، تقول لي يا دكتور ده انا اعرف اقيم الورقه البحثيه. ما هو ازاي بقى؟ عشان تاخد معلومه محترمه، معلومه كويسه، مش اي كلام اي كلمه مكتوبه في اي حته تاخدها. لا، لازم تكون ايه لازم تكون ايفيدنس بيز، يعني اكوردنج تو دليل علمي موثوق يا باشا. تمام حلو. من ضمن المهارات برضو اللي حضرتك لازم تظبطها اللي هي اداره اللي هي دراج انتراكشن اند سايد افكت مانجمنت. يعني دلوقتي مثلا انا اديت لمريض مثلا دواء والمريض ده حس عليه بتفاعلات الراجل ده مثلا جاله مثلا اي سايد افكت. حضرتك لازم تعرف هتتعامل ازاي معاه وازاي تتجنبها. تمام. يبقى دي بعض السكيلز اللي حضرتك لازم تطورها. تمام. وهتطورها ازاي يا دكتور؟ عن طريق العلم. شوف انا عمال كل شويه لو ركزت خلي بالك انا عمال اكون داير حوالين العلم الساينس. لازم يكون عندك بيزك ساينس عشان نروح للبراكتس. مفيش بيزك ساينس مفيش براكتس، مفيش بيزك ساينس انت حضرتك ولا حاجه. تمام. ما تفرحليش انك تخرجت من الكليه غلط ما عندكش بيزك ساينس، يبقى شكرا. ما هو ده اللي مودينا في داهيه، ان احنا ما عندناش علم. تمام. وخلي بالك دي آفة موجوده يعني موجوده عند الصيادله بشكل كبير، ان هم ما بيتعلموش كتير، ان هو خلاص بقى طالما ربنا رزقه بصيدليه خلاص شكرا، مرتب كويس كل شهر مع اننا ما بناخدش مرتبات كويسه، خلاص يا باشا انا كده قعدت بقى والدنيا حلوه. لا، مفيش الكلام ده مهمل جدا. احنا بنهمل في نفسنا كصيادله. فعشان كده انا بقول لك وباخد ايدك اهو، لازما حضرتك تتعلم وتعلم صح. اي دواء في الدنيا تعرف عنه الاربعه بي اللي انا قلتهم من شويه. تمام حلو. طبعا ال WHO منظمه المنظمه ديت قالت لك قالت لك والله انا عندي السكيلز في اللايفز عموما انا بتكلم في 10 سكيلز كده لازم يكونوا عند اي حد في الدنيا. انا ما بتكلمش على الصيدلي، ولكن هناخدهم عشان نفهمهم. اول حاجه بروبلم سولفينج. ركز، بروبلم سولفينج. انت عشان حضرتك تكون في الصيدليه وبتدير صيدليه، او انت مثلا صيدلي وشغال فوقك مدير، ما ينفعش تروح للمدير تقول له يا دكتور يا باشا احنا عندنا مشكله فلانيه من غير ما تقول له الحل او تقترح حل ليها.
فلازم حضرتك تكون ايه بروبلم سولفنج. ليه بقى الكلام ده؟ عشان حضرتك اي عائق في الدنيا يقابلك في حياتك لازم تعرف تتعامل معاه ازاي. تمام؟ مش لازم بقى لا خلاص انا وقفت في مشكله لا خلاص، لا يا حبيبي، لازم يكون عندك هاو تو سولف ذيس ايه ذيس بروبلم، ازاي تحل المشكله دي. تمام؟ حلو. بعد كده كريتيكال ثينكينج، تعرف تفكر، وتفكير نقدي مهم، مش اي تفكير عبط. يعني مثلا احنا قاعدين في اوضه واتقفل علينا باب، ما تقوليش هنعدي من تحت الباب، لا، لازم انت ايه تفكر تفكير سليم. تمام؟ حلو. رقم 3 effective communication skills. لازم الكوميونيكيشن سكيلز مهمه يا باشا. لازم تعرف تتواصل مع الايه مع الناس اللي حواليك. ما هو معلش اللغه اللي انا هتكلم بيها مع زميلي اللي واقف جنبي مش هي اللغه اللي هتكلم بيها مع المريض، مش هي اللغه اللي هتكلم بيها مع مهندس، مش هي اللغه اللي هتكلم بيها مع محامي، مش هي اللغه اللي هتكلم بيها مع معرفش مع طبيب، مع النيرس. تمام؟ فلازم يكون عندك ايه effective communication skills. تمام؟ حلو. لازم يكون عندك ديسيجن ميكنج، وده مهم جدا بقى. لازم حضرتك تاخد القرار، يكون عندك القدره انك تاخد قرار. طبعا احنا كلنا دي مشكله عندنا، اللي هو انت ما بتاخدش قرار. انا ماشي مع الناس، رايح فين؟ ده معلش، ده الناس كلها راحت تاخد الدبلومه الفلانيه، انا هاخدها. الناس كلها مثلا راحت تحضر ماجستير، انا هحضر. الناس كلها ما اعرفش رايحه فين. يا ابني لا، لازم يا باشا ديسيجن ميكنج، لازم تكون عندك قرار، عندك هدف، وبالتالي تمشي له. مش الناس راح انا راح معاهم، لا تكن امعه. تمام؟ لازم يكون عندك دماغ بتفكر، لازم يكون عندك كريتيكال ثينكينج، وبالتالي لازم يكون عندك ديسيجن ميكنج. تمام؟ كرييتيف ثينكينج، لازم يكون عندك ايه افكار خارج الصندوق. يعني مثلا انت فاتح صيدليه النهارده مثلا وما بتبيعش، فلازم يكون عندك حل مثلا تقول مثلا والله اضيف ديليفري مثلا، اعمل له مثلا قياس سكر ببلاش. لازم يكون عندك افكار كبيره، افكار خارج الصندوق حرفيا. تمام؟ عشان تبقى ايه تمشي كده وتظبط دنيتك والدنيا تظبط معاك، مش واقف، مش بتفكر نفس تفكير الناس، لا، اللي بيعدي هو اللي بيعمل حاجه مختلفه. الاختلاف، بس الاختلاف فين؟ الاختلاف في الصح مش في الغلط. مش خالف تعرف، لا، هو خالف تعرف بس في الصح. تمام؟ رقم 6 انتر بيرسونال ريليشن شيبس، تعرف تتواصل مع الناس اللي حواليك. تمام؟ حلو. رقم 7 سيلف اويرنس بيلدينج سكيلز، ايوه تتعلم بقى. يبقى انت راجل سيلف اويرنس، عندك وعي، وراجل لازم تكون تبني السكيلز بتاعتك على طول. يعني يا دكتور مثلا راجل بتاع مثلا صيدله، ليه ما تتعلمش اي؟ ليه ما تتعلمش بروجرامينج؟ ليه ما تتعلمش لغه؟ ليه؟ لا، لازم أن تكون راجل مالتي فانكشنال. الكلمه دي مهمه في حياتنا كلنا، لازم نكون مالتي فانكشن. ليه؟ عشان لو اتحطيت في اي حاجه تعرف تسد. معلش انت مش تاخد كل علم، ولكن لازم أن يكون عندك بعض مما في كل علم. ولكن لازم حضرتك تكون ايه؟ لازم أن تكون حضرتك عالمي في علم معين في التخصص بتاعك. تمام؟ الامباثي، العاطفه، لازم يكون عندك عاطفه. ولكن عاطفه ايه؟ انا ما بتكلمش على عاطفه اللي هو الحب، واحد يحب واحده والكلام ده، لا، ده كمان شويه انا هقول لك ان كوبينج ويز ايموشنز. الايموشنز، لا، انا سيبك من الحته دي. انا بقول لك دلوقتي ان انت عندك الامباثي، العاطفه. لازم تكون عندك عاطفه الحب والتراحم ما بين المريض انت ومريض. لازم تكون عندك عاطفه الرحمه، تكون رحيم بالناس، مش كله جزر في جزر في جزر في جزر، لا، مش كله بيزنس. لازم تكون رحيم بالناس دي. تمام؟ بعد كده كوبينج ويز ستريس، ازاي تتعامل مع الاستريس بتاعك، مع الضغط. ما ينفعش الضغط ياثر عليك، الضغط بيشتتك. تمام؟ كوبينج ويز ايموشنز، لازم حضرتك تعرف تتعامل ازاي وانت سعيد وانت حزين. الحاجات دي كلها ما تاثرش على ايه؟ على الشغل بتاعك وعلى القرارات بتاعتك والكلام ده كله. فال10 سكيلز دول مهمين جدا جدا جدا، لو خدنا كل واحده فيهم واشتغلنا عليها هنعدي ان شاء الله باذن الله يعني. تمام. دي رود ماب بسيطه كده. يعني الناس ايه مش مشكله، احنا كده احنا اللي حاطينها يعني زياده كده مش هتفيدك قوي، ولكن احنا بنمشي عليها ان شاء الله هنمشي عليها خلال الكورس باذن الله. تمام؟ ماشي. هاو تو سكسس برضو في الكورس ده ان حضرتك برضو لازم تقرا كتير، وان شاء الله ده هنوفره لكم باذن الله. تسال انت حضرتك بقى، لازم تسال. تمام؟ وتفهم وتتفكر،
حضرتك لازم يعمل عندك حاجه اسمها كالكوليشن ايه، يعني مثلا بقول لك مثلا اما اجي اديك مثلا في السيشن بتاع الانتي بايوتكس واعرفك ازاي تعمل الجرعه، لازم حضرتك وانت قاعد في البيت ايه، تقعد تعمل براكتس، تتدرب عليها عشان تحفظها، عشان تبقى الدنيا ايه كويسه معاك. تمام حلو. لازم حضرتك تعمل جروب وتتشاور مع الناس، تشارك معاهم. تمام. بعد كده بقى تعالى بقى ناخد سيناريو كده، حاجه بسيطه كده. سيناريو كده بيقول لك واحد عنده 65 سنه، راجل كبير عنده 65 سنه، ماشي على الورفرين. ايه الورفرين ده؟ بلاد ثينر. يعني ايه بلاد ثينر يا دكتور؟ يعني ايه؟ يعني من دواء كده بيستخدمه عشان ايه؟ امنع الجلطات. ماشي تمام. الراجل ده جاله مثلا انفكشن، جاله مثلا بكتيريال انفكشن، جاله بكتيريال انفكشن. تمام. فراح للطبيب كتب له دواء اسمه سيبروفلوكساسين انتي بايوتكس. ماشي تمام. هو ماشي على ورفرين. حلو. وجي للصيدليه قال لك يا دكتور اتفضل، انت عارف طبعا الراجل ده بياخد ورفرين، هو واخد منك امبارح ورفرين. ماشي تمام. وقام جه، او مثلا يا عم مش امبارح ورفرين، الدكتور كاتب له ورفرين تمام، وكاتب له سيبروفلوكساسين في نفس الايه روشيت. فانت حضرتك كمساعد، انا بقول انت صيدلي كمساعد عبيط، ما بتفهمش حاجه، مش متعلم، مش عارف حاجه في حياتك، فقمت رحت كذا كذا يعني واحده الصبح وواحده بالليل، كل 12 ساعه، ودي مره واحده في اليوم وشكرا. بعد شويه قال لك ده عمك الحاج مات. يبقى انت اللي موته، انت اللي موته بجهلك، عشان وقفت في مكان انت ما ينفعش تقف فيه. تمام. فلازم نتعلم يا شباب، لازم نتعلم، ولازم نكون كويسين جدا عشان نبقى نبقى على قدر كافي من العلم، على قدر كافي من القدر. تمام. فالمهم يا عم الحاج، الراجل ده مات. ليه مات يا عم الحاج؟ قال لك عشان السيبروفلوكساسين بيزود نسبه الورفرين في الدم، والورفرين ده له نارو ثيرابيوتيك اندكس. يعني ايه نارو؟ قلت لك الفرق ما بين الجرعه اللي بتعالج والجرعه اللي بتموت قليل جدا. يعني مثلا 1 جرام يعالجه، لو خد 2 جرام نسوا خد 2 جرام يموتوه. فدلوقتي يا عم الحاج انت بتديله السيبروفلوكساسين يروح على الكبد يقول لها ايه؟ ارتاحي شويه ونامي، وما تخليش الورفرين يحصل له ميتابوليزم ويخرج، خليه راقد في قلب في قلب الدم. فانت كل يوم بتاخد ورفرين مع سيبروفلوكساسين، فالورفرين نسبته بتزيد في الدم، فتقوم فتموت على طول. تمام. حلو. بيقول لك يا باشا كومون ميستيكس، في بعض الاخطاء في الدراسه احنا طبعا يجب ان نتجنبها. انا برضو هما في ميستيكس كتير، ولكن انا حطيت لك الكام واحده دول يعني عشان يفيدونا يعني. تمام. حلو. اول حاجه روت ميمورايزيشن without understanding mechanism. يا سلام، تكفيني دي بس. معناها يا دكتور، معناها ان حضرتك حافظ مش فاهم. يبقى الحفظ دون فهم الآلية. يعني مثلا حافظ الدواء الفلاني ولكن مش عارف بيشتغل ازاي، اكنك مساعد صح؟ تمام. يبقى حضرتك ولا مثلا لو جالك مثلا الدواء ده مثلا، ولا هتعرف التفاعلات الدمويه بتاعته ايه، ولا هتعرف الاثار الجانبيه بتاعته ايه، ولا اي حاجه، عبيط. فاول حاجه يا شباب لازم ما نحفظش. الحفظ دون الفهم امر غلط. لازم نفهم، لازم نبقى عارفين كل حاجه. ما ينفعش تبقى عارف مثلا النوفونورم ده بتاع سكر بس مش عارف الانتراكشن بتاعه، مش عارف الميكانيزم بتاعه، مش عارف بيشتغل ازاي. لا ما ينفعش. مش عارف السايد افكت بتاعته، ما ينفعش يا شباب. تمام. وان شاء الله باذن الله انا هظبط لك الدنيا دي كلها معايا باذن الله. حاجه كمان اجنورنج الفارماكوكاينيتكس برنسبل. انت حضرتك مثلا بتتجاهل الفارماكودايناميك والفارماكوكاينيتيك بتاع الدواء. ازاي يا دكتور؟ يعني مثلا في دواء بيخرج من الجسم عن طريق الكليه، حلو، والمريض اللي قدامك ده مريض كليه، قمت كاتب له الدواء ده، فانت كده بوظت له الدنيا. الدواء مش هيخرج من الدم وهيحصل له توكسيستي ويموت. ليه؟ ما هو الدواء ده يا بني ادم بيخرج عن طريق الكليه، والكليه تعبانه، هتخرجه ازاي؟ فلازم حضرتك تختار دواء بيخرج عن طريق حاجه تانية، مش لازم الكلى. فلازم حضرتك نكون عارفين الفارماكودايناميك والفارماكوكاينيتيك بتاع الدواء. وفي الاخر برضو يا شباب هنرجع برضو للفايف للفايف بي اللي انا قلت لك عليهم. تمام. حلو. بعد كده ايه بقى؟ forgetting dose adjustment in renal hepatic impairment. نفس الكلام. يعني بقول لك ايه، لو مثلا لو راجل مثلا عنده قصور في الكلى او قصور في الكبد، لازم تظبط الدنيا او تظبط الدوز بتاعه الدواء عشان تكون اويرد بالمريض. يعني المريض يكون مظبط الدنيا وتعمل دوز ادجستمنت. تمام. حلو. لازم تكون عارف المريض بتاعك، اسكيبنج ميديكيشن هيستوري اند الرجي تشيك. مثلا
انت في مثلا ست جات لك مثلا ايه الصيدليه وتقول لك والله يا دكتور الواد ده عنده كحه وعنده ايه وزوره بيوجعه وعنده برد ومش عارف ايه، فقمت انت رايح على الرف قمت جايب له ايه سيبروفلوكس، جبت له مثلا فلوموكس امبول 1 جرام وقمت رازع له الحقن من غير ما تسال على اي حاجه ولا تاخد هيستوري من العيان ولا اي حاجه. فايه اللي حصل؟ الواد جاله حساسيه ومات. ها مين اللي موته؟ انت حضرتك بجهلك. ما سالتش ليه؟ ما تقول لها عنده حساسيه من الحاجه ولا اساله عن هيستوري. ما ممكن يكون عنده حساسيه يا عم. تمام؟ فانت ما سالتوش ليه؟ علشان انت مش فاهم، مش متعلم اصلا. تمام؟ حلو. في برضو اخطاء تانية لازم نعملها. حضرتك دلوقتي في ادويه اعشاب في الصيدليه، اعشاب، تمام؟ فاوعى حضرتك وانت بتوصف دواء المريض تتجاهل الهيستوري بتاع الاعشاب. فاكر انت الدواء اللي اسمه الوارفرين؟ الوارفرين ما ينفعش في عشبه في الصيدله اسمها جينيكو بايلوبا، بناخدها عشان نظبط الايه، ننشط الايه الذاكره وما اعرفش ايه والكلام ده. فممكن مريض يكون ماشي على الجينيكو بايلوبا ويروح يكتب الدكتور يكتب له وارفرين، تمام؟ فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ ان الجينيكو بايلوبا ده يقول لك ده يا باشا ده عشب ملوش دعوه. لا، ما هو العشب ده يا باشا بيقلل الميتابوليزم بتاع مين؟ الوارفرين ده. فبالتالي لما يقلل الميتابوليزم بتاع الوارفرين يزيد نسبته في الدم فيزود لك الايه؟ النزيف، يعمل لك بليدنج. تمام يا باشا. بعد كده يا دكتور بيقول لك خريطه بقى ازاي لو انت حضرتك بقى عايز ايه، يعني عايز تسيبنا وتروح تتعلم لوحدك. ازاي اديك بقى الايه الخريطه بتاعتك، ازاي تتعلم، ازاي تتعلم. اول حاجه يا باشا عن طريق كتب، تيجي بقى تاخد ايه كتب والكلام ده. بس خلي بالك من كان معلمه كتابه ضل، مش تفهم في حاجه مش تفهمها، تمام؟ ولكن الكتب اول حاجه عندنا مثلا ايه زي ديبيرو مثلا. ديبيرو ده اللي ان شاء الله باذن الله هنظبط فيه، هنذاكر منه ان شاء الله باذن الله على مر الايه المحاضرات القادمه. هناخد رقم ديبيرو فارماكوثيرابي ده ان شاء الله، تمام؟ ولكن في ادويه ثانيه اسمها ايه، كتب ثانيه اسمها جود مان اند جيل مانز، ده في فارماكولوجي. وعندنا برضو طبعا اللي هو الليبنكوت، ماشي، ده برضو كتاب في مرجع في الفارماكولوجي. عندنا في مواقع زي اب تو ديت، عندنا مثلا ليكزيكوم، مايكروميدكس، كل دي ادويه، كل دي مواقع. باب ميد مثلا ده موقع برضو، تمام؟ عندنا يوتيوب تشانلز واونلاين كورسز، تاخد اونلاين كورسز والكلام ده. وطبعا واخرا عندنا قناه دكتور حسام، تمام، اللي هي فارما ايه كورسات. عندنا ليها صفحه على اليوتيوب ان شاء الله باذن الله هينزل عليها المحاضرات. وعندنا دي اللينك بتاع الصفحه وان شاء الله باذن الله تعالى القناه، تمام؟ دي فارما ايه كورسات، تمام؟ بنشرح طبعا عليها كورسات كل حاجه لطلبه صيدله، الشرح والمواد والكلام ده كله. وزي ما قلنا بقى في الاول ان احنا عشان نعيد الكلام يعني تاني، تمام. طبعا دكتور دوبامين، اتعرفنا على دكتور دوبامين. وطبعا واخيرا وليس اخرا الاعلان بتاعنا هو ده، ودي ارقامي. السمر كورس، المواد الكليه احنا متخصصين ان شاء الله باذن الله في الشرح فيها يعني، تمام. ان شاء الله نيكست ستيشن نبدا في الامراض والادويه والكلام ده كله، وركزوا معانا ان شاء الله باذن الله تعالى، تمام. والحمد لله خلصنا كده لغايه حاجه. اي حد عنده سؤال يتواصل معايا على الخاص ان شاء الله باذن الله وهرد عليه. خذ العلم وعلمه للناس، فالله قال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.